فعقلية الجيش المصري اللي كان بتقتصر على حماية الحدود وان هم ملهمش اي علاقة باللي بيحصل بره، لا ده لازم الجيش المصري يفرض سيطرته على كل جيرانه ويأمن للشعب المصري ان مفيش اي حد يجرؤ انه يعمل اي مؤامرة او ان هم يهددهم بس لمجرد التهديد. فنلاقي منحوتب الاول ابن احمس وتحتمس الاول الملوك اللي راجعين من الهزيمة جايين متعطشين للنصر ومتعطشين لعودة أمجاد الدولة المصرية من أول وجديد. فالدولة المصرية قدرت تفرض سيطرتها وسيطرة الجيش المصري من أول نهر الفرات في العراق شرقا لغاية ليبيا غربا، وبعد كده ومع مرور السنين قدروا يسيطروا من أول الأناضول في تركيا شمالا لغاية الشلال الرابع جنوبا ولغاية حدود أثيوبيا كمان، بل إن ما بعد حدود أثيوبيا كمان كانت بتدين بالولاء والطاعة وبتقدم القرابين للملك المصري. الجيش المصري القديم كان عنده أول إمبراطور في التاريخ ألا وهو تحتمس الثالث، واللي خلى مصر اول امبراطوريه في التاريخ برضه. الجيش المصري القديم هو اول من عمل معاهده السلام، واللي عملها لاول مره في التاريخ هو الملك رمسيس الثاني مع الحيثيين. الجيش المصري القديم هو اللي بدع العسكريه، هو اللي بدع التنظيم والاستراتيجيات. والجيش المصري القديم كان طول عمره جيش وطني، عمره ما استعان الا باولاد بلده، اهل وناس البلد هم الجيش اللي بيحميهم. وطنيه الجيش المصري اللي متوارثه لغايه النهارده هي ميزه بيفتقدها دول كتير جدا في العالم، واللي في لحظه بنلاقي جيش البلد بيضرب في الشعب لان دول ناس ودول ناس تانية خالص، واللي من رابع المستحيلات ان احنا ممكن نلاقيه في مصر.